والله أكثر محتوى الناس ترجع تطلبني هو في الستريم، في التعليقات، في كل المنصات. مهند، قصص الابتعاث، قصص الابتعاث، قصص الابتعاث، رحلتي في الابتعاث، وقصص واشياء غلط وصح كنت اسويها. واللي ما يعرف قصص الابتعاث يا اصدقائي، هي سلسلة كنت انا احكي فيها عشان لعل وعسى احد يستفيد منها، وللأمانة كانت قصص جميلة والمشاهدات عليها عالية. أقل فيديو والله في حسابي اللي طار جاب 1,000,000 مشاهدة، تخيل. فأمانة قلت بما إنه المحتوى طار وناس كثير تحبه وتسأل عنه، ليش ما أرجع أصوره من جديد؟ لكن المرة هذه بإخراج أفضل، وبإذن الله كمان أسلوب أفضل، لأني إن شاء الله تطورت. طيب، نفس البداية الأولى قبل ما أحكي قصص الابتعاث لازم أحكيكم مرحلة ما قبل الابتعاث، لأنه هذا جزء مهم جدا في حياتي. العام 2001 ميلادي، الوالد قرر إنه ينقل من جدة إلى المدينة المنورة، بحكم إنه الوالد من أهل المدينة والوالد كان يجي المدينة كثير، فسبحان الله قلبه تعلق بيها اللي هي المدينة، ولا أمي متعلق فيها في الزمان. المهم، بطبيعة الحال كولد جداوي كول، لا مدينة إيش، ما أقدرش، مش عاوز. وأديته شوية إيش من الدراما اللي كنا نتفرج عليها في التلفزيون، وفعلا كانت بالنسبة لي كولد مراهق صدمة. جدة وبحر ودرة وعايش حياتي يا حبيبي بالطول والعرض وفرحان ومبسوط فيها. يا جماعة الخير، كان زمان في لستة ايميلات تترسل ويكتبوا فيها اسماء اولاد جدة، يعني الخنبوقين، اسماء بنات جدة، واتوقع سوا في المدينة، والواحد يفرح انه اسمه يكون محطوط في لستة العار. للأسف هذا كان جيلنا. المهم، فمرة صراحة كانت بالنسبة لي أنا تعتبر صدمة وللعائلة كلها، لأنه خلاص متأقلمين على جدة وحياة جدة، إلى أنه الوالد جزاه الله خير كان فعلا أدرى بمصلحتنا ونقلنا إلى المدينة. لكن أنا كنت أقول لأبويا بدام جبتني المدينة أنا بمدرسة خاصة، أنا في جدة وطول عمري أدرس في مدارس حكومي، الآن المدينة والوضع مختلف وما أقدر أتأقلم وعيال المدينة وأنا من جدة كيوت، وأرجوك يا بابي وديني مدرسة خاصة. أبويا قال لي روح بس ودخلني مدرسة حكومي. المهم، أنا والله ما أنساها، ما أذكر اسم المدرسة، يعني دخلتها متأخر، تعرفوا مع النقلة وما النقلة والأمور هذه كلها. فدخلت المدرسة الصف الثاني ثانوي، يمكن الدراسة صار لها بعدها 3 أسابيع. وأول ما دخلت يا أصدقائي، حين ولا جاي من جدة كول، داخل المدرسة بالشنطة، طق طق طق، السلام عليكم. دخلت أنا الطالب الجديد وقتها، حتى الشنطة كان في موضة نازلة شنطة زي كذا حبل واحد، فاهم، وكان جايبها من ديزل، والله ما أنساها. المهم يا حبيبي، طق طق طق، دخلت. مين أول واحد حشني؟ مين أول واحد حشني في الفصل؟ المدرس طالع فيا قال لي ايش جاي رحلة، وعم الضحك في الفصل يا حبيبي. انا قلت من بدايتها تنمر. المهم يا حبيبي، جلسنا، انا جالس في المدرسة هذه بعقلية واحدة فقط، اخذ ملفي واروح مدرسة خاصة، خلاص كده تعرف، مسكت مع الولد المراهق انه انا ماني جالس في مدرسة حكومي هذه. فقعدت اسبوع كامل، أحكيكم والله العظيم أسبوع كامل كنت عبارة عن شيطان عفريت، مدرسة المشاغبين، سميها ما تسميها، بس بجلسة في المدرسة دي أنا ماني جالس. طبعا كل المدرسين قالوا لي يا مهند كمل أوراقك، كمل دفاترك، كمل 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 كمل. المهم يا جماعة الخير، تاني يوم أنا داخل الفصل جاني مدرس الكيمياء قال لي كمل دفاترك. قيدوا قبلها بيوم حدثت أحداث في عام 2001 المبنيين الشهيرة في نيويورك، حدث كده عالمي، الناس كلها قدام التلفزيون. فقال لي مهند كمل دفاترك. قلت له بالله يا أكمل دفاتري ولا أشوف اللي صاير في أمريكا؟ قال لي ليش الأخ سياسي؟ قلت له لا، في السلك الدبلوماسي. ما أنا مو طبعي كده إن أنا أرد على مدرسين بس خلاص. والفصل قام يضحك برا على المدير. طبعا يا اخوان، الاشياء اللي انا قاعد احكيكم هي قلت لكم في البدايه، انا بحكيكم الاشياء الغلط والاشياء الصح اللي صارت في حياتي عشان الناس تتعلم منها. انا ماني قاعد اقول لك اوه صح كفو برافو علي، ما كنت مراهق صغير، انت حتى ما دخلت ال19. من القصص اللي ما انساها والله العظيم، كنت جالس ورا اخر واحد، وكان عندنا مدرس الله يذكره بالخير كان يشتغل في الهيئه. فواحد من الطلاب ساله يا استاذ انت ايش تشتغل في الهيئه؟ قام ابو لولي من اخر الفصل قال جيمس، وعم الضحك في الفصل يا حبيبي.
واخدت لي واحد قفا ونزلني مرة ثانية عند المدير. المهم يا اخوان، مشكلة ورا مشكلة، مشكلة ورا مشكلة، مو بس مع المدرسين، للأسف كانت حتى مع الطلاب. أنا جاي المدير قال لي وليد أنت إيش تبغى؟ إيش تبغى؟ مشاكل من يوم ما جيت أنا، مشاكل مشاكل، إيش في؟ قلت له أنا أبغى ملفي، أنا ما بجلس في هذه المدرسة. قال لي بس يا فلان جيب ملفه. أعطاني ملفي وقال لي يلا امسك الباب. والله يا اخوان ما اخفيكم يعني وقتها حسيت بانجاز. المهم شايل شنطتي طق 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 ورحت لابويا الدوام. ابويا اول ما شافني كده، عرفت مثلا تخيلوا هنا كده ابويا طالع شاف ولده الكبير ابتسم، بعدين افتكر انه هو في دوام ولا المفروض في المدرسه، كشر عن انيابه. ايش فيه؟ والله ابويا اخذت ملفي من المدرسه وانا قلت لك ما ابغى اجلس، انا بروح مدرسه خاصه لو سمحت، المنارات انا اعرف فيها ناس، انا هنا ما اعرف احد ومدري، وسويت له الولد النفسيه اللي انا حدخل في اكتئاب. المهم جاء ابوي اخذني طق 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 يا حبيبي، رحنا المنارات، السلام عليكم، هذا ولدي جاي ومدري. المهم يا حبيبي وسجلوني في المنارات. وامانه من هنا بدات حكايتي الرسميه في المدينه المنوره. شوفوا بحكم انه الوالده من المدينه وكنت اجي المدينه كثير، فكان عندي شويه معارف وشويه اصدقاء، لكن الحمد لله كان في ميزه اللي هي انه انا والرهاب الاجتماعي هذا شيئين ما نتفق تماما. الرهاب الاجتماعي يشوفني يحط رجله الشار على الآخر. ما شاء الله تبارك الله يا أخوان، جلست سنة في المنارات. قبل ما تنتهي السنة هذه والله واحد معي في الفصل قال لي يا مهند، اسمه وليد دهلوي والله يذكره بالخير، أنا في المنارات من أولى ابتدائي والله ما أعرف الناس اللي انت تعرفت عليهم في السنة دي. لا وجايك مبسوط، وأول مرة مدرسين يا حبيبي ما هم سعوديين، يعني الوضع ايش فاهم، تعرف يعني مدرسك سعودي الطخ على طول. لكن الوضع كان مختلف صراحة يا ابوي، انت تحسب كذا فاهم، تروح تلقى لا كل مدرس ليه أدب وليه احترامه يعني. المهم يا حبيبي دخلت الفصل، جاء عرفهم علي مهند سلام وزميلكم من جدة. طبعا لما يقول من جدة أشوف نفسي عليهم أنا وقتها جاء يا حبيبي جلسني المدرس، كعادتي لأني طويل وتخين فحطني يا حبيبي آخر واحد المدرس. شوية جاء مدرس قال لي عندك أصحاب في الفصل ده؟ طليت في الطلاب لقيت لكم محمد عاطف الدمنهوري، إنسان أبيضاني لذيذ ومكلبص، شعر أشقر وعيون ملونة، جالس كده لوحده ما شاء الله دبة، وأنا دبة. تعرف اللي يقول لك مثلا اثنين خيلان يشوفوا بعض اللون يحن، هنا أنا أقول لك الوزن يحن. قلت له هذا صاحبي. شوية لقيت لكم دمنهوري والله العظيم في نص الفصل كده قام شال شنطته وجاء جنبي في نص الحصة كده ماشي بشنطته، عنده شنطة سمسونايت، اللي جنبي قال له قوم، تنمر ما في، قوم. هذاك مسكين قام، جاء دمنهوري حاس شنطته، السلام عليكم. وعليكم السلام مهند سلام محمد دمنهوري. ومن هنا بدأت قصة صداقة الآن سر لها أكثر من 20 سنة. محمد عاطف الدمنهوري هذا إلى يومكم هذا هو واحد من أعز، مو أصدقائي، من أعز الناس إلى قلبي. عشرتي وعلاقتي فيه تسمعوا انتوا الآن. المهم يا أصدقائي في المنارات سنة لطيفة جميلة، تعرفت عليها على ناس فعلا كانوا من نخبة أهل البلد، تعرفت فيها على أوسخ الناس اللي عرفتهم في حياتي، شيء ميكس ما هو طبيعي هذه المدرسة. والجميل في الموضوع أنه فعلا فيها ناس أصدقائي إلى الآن. المهم يا أصدقائي خلصت السنة الثانية ثانوي، سنة جميلة سنة لطيفة، تعرفت فيها على كثير زي ما قلت لكم ناس من أهل المدينة. خلصت الدراسة، نزلت أنا واحد من الشباب إلى جدة. أول يوم مبسوطين، ثاني يوم مبسوطين، سبحان الله والده كلمه ووالدي أنا كلمه. الصديق هذا إبراهيم هزاع الشريف الله يذكره بالخير. المهم يا حبايبي هو والده كلمه وقال له يا إبراهيم بعد 3 أيام سفرك على لندن عشاني حاجز لك معهد لغة هناك. أنا أبويا دق علي قال لي يا ابن الكلب تراك راسب في النحو وعندك دور تاني سود الله وجهك. طبعا هذه كانت أول مرة في حياتي أرسب، وأمانة أنا أحس الموضوع كان شخصي بيني وبين المدرس لأني كنت مرة يعني الله يهديني الله يهديني الله يهديني. المهم الآن تيجي المدينة، قال لي مو بس كده، قال لي حتى المنارات رموا ملفك في وجهك، تعال دور لك على مدرسة يا سويد الوجه. وشوفوا يا أخوان لازم تعرفوا إنه الوالد عندي في التربية دائما يقول لك الحجر من الأرض والدم من راسك. والله لو جيت وقلت له أبويا ما بكمل دراسة كان قال لي يلا براحتك روح اتحرق ايش دخلني فيك. إلا شيئين اللي كان يمسكني ويمسح بكرامة الأرض، الصلاة وأمه الله يرحمها، هذول الشيئين يقول لي ربنا حيحاسبني عليهم وأنا ما حدخل النار عشانك.
المهم يا جماعة الخير، رجعت المدينة وأنا راسي في الأرض، والله العظيم حسيت بقهر. أو في دور ثاني، لا دور ثاني كان في مادتين، بس النظام في وقتنا كان يمشي لك مادة ويخليك تدخل مادة ثانية، شيء من هذا القبيل. طبعا يا أخوان أنا رجعت المدينة أقول لكم محبط، وبعدين رحت جلست مع أبويا الله يطول له عمره، قال لي مهند تعال لازم نعمل خطة. الخبر هذا خبر فشلك المفروض ما يطلع لأحد، ما يطلع لأحد، ما حد يدري عنه إلا أنا وإنت. دور تاني أجيب لك مدرس تكرف تعدي تروح سنة ثالثة والموضوع ينحفر هنا يندفن هنا. طبعا خلاص عدى عليه 20 سنة فالوضع حب يا أبو مهند اسمح لي. وهديك السنة يا أصدقائي ما أعرف ليش بس الوالد جاب فيلا في درة العروس، وأهلي هذاك الصيف كامل صاروا عايشين في الفيلا. فهمت يعني؟ مو مثلا الناس تطلع الدرة الويكند وتنزل، لا احنا حياتنا صيف كامل 3 شهور في درة العروس، ننزل جدة نخلص امور نرجع، لكن خلاص بيتنا فطورنا اكلنا اجازة صيفية قضيناها في الدرة. فانا كنت ارجع المدينة، تخيلوا كل يوم سبت وارجع جدة او الدرة يوم الثلاثاء، شيء زي كذا. المهم اني رايح راجع عشان المدرس اللي يدرسني في المدينة، واهلي قاعدين الوالدة واخواني قاعدين في جدة، ابوي يروح ويجي معانا عشان الدوام حوسة. بس انه كان عندي مدرس خاص والناس كلها تحسب انه انا قاعد ادرس لغة في معهد لغة. ليش ما انت قاعد في الدرة؟ والله قاعد ادرس في معهد لغة في المدينة. المهم يا شباب الحمد لله دخلت الدور الثاني، عديت، سجلت في مدارس ثانية اسمها مدارس بدون ذكر اسماء احسن لانه حسبي الله عليهم. كانت يا اصدقائي مدرسة جديدة اول سنة تفتح كده، احنا قعدنا الطلاب نشيل القراطيس من الطاولات والماصات، ودخلنا يا حبيبي ومتأملين انه احنا نجيب درجات عالية. زماني وفي وقتي ما كان في لا قدرات ولا تحصيلي ولا معصيلي ولا يحزنون، نسبتك سنة ثالث ثانوي هي اللي تحدد حياتك كلها. جاء يا اخوان الترم الاول دخلنا والامور الحمد لله 100 والدرجات ممتازة. جينا دخلنا اختبارات نصف السنة. طبعا احنا الطلاب قاعدين تقرأ ما بين السطور، فاهمين شرح المعلمين اللي شرحوا لنا هو تماما بملخصات الكتب حقتهم بأموره، فإحنا داخلين عندنا فكرة الاختبار كيف حيكون شكله. نفتح الورقة نلقى فوق مكتوب مدارس الربيع المدري ايش ولا مدارس، المهم انه الأسئلة جايتنا من مدرسة حكومية. طالع كده في الاختبار وربك ماني فاهم ولا شيء، خلاص هي جزئية معينة أنا اللي فهمتها، الباقي ما أفقه فيه شيئا. والله يا أخوان كده قاعد نطالع في بعض إحنا الطلاب، عرفنا هنا وقتها إنه مستقبلنا راح. أنت يا حبيبي تحسب إنه اختبار مادة اختبار مادتين، لا كل المواد جاتنا من مدارس حكومية مختلفة أو مدرسة واحدة والله ما أفتكر. المهم واه يا أخوان اللي ححكيكم هو الآن يعتبر مفترق طريق مهم في حياتي. في مادة الفيزياء جاء الاختبار وكالعادة احنا ما لنا فاهمين شيء وجالسين يا حبيبي. الفصل كان فيه طلاب كده شوية، طلاب من مراحل مختلفة، أولى ثانوي ثانية ثانوي ثالثة ثانوي، تعرف خلص نص الوقت مشينا احنا جالسين ما لنا فاهمين شيء. شوية يا حبيبي جاك واحد مدرس للأسف من جنسية عربية، خاص يبغى يمشي الرجال واحنا جالسين ما عارفين نحل. قال لنا مين في هنا شاطر؟ قلنا له هذا شاطر هذا شاطر. راح يا حبيبي جاب الورقة حقته فكها وقام يغشش الطلاب. هو جالس يغششنا في امان الله واحنا نكتب 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 نكتب. الباب انفتح يا حبيبي وموجه من وزارة التعليم يطب علينا والمدرس جالس يغششنا. المهم يا حبيبي كده احنا خلاص تقريبا خلصنا، قلنا الحمد لله سلم اوراقك، قال لنا كله يسلم، سلمنا يا حبيبي ومشينا. جاء وقت تسليم الشهادات، رحنا الناس كلها اخذت شهاداتها الا انا وكم انسان منهم طيب الذكر اخويا وحبيبي مهند ابو عنق، عشان حنرجع لقصة مهند أبو عنق هذا بعدين. فين شهاداتنا فين شهاداتنا؟ قالوا لا شوية إن شاء الله شوية يجيكم. بدأت الدراسة، رحنا شهاداتنا شهادة ما في شهادات، استنوا الوزارة بتشوف ما في إيش كيني ميني هيني. أسبوع عدى يا حبيبي، ثاني أسبوع أدونا شهاداتنا. جينا يا حبيبي الشهادة غريبة جدا مكتوب فيها كل المواد. إيه لا قبلها صح، أول ما بدأت الدراسة أعطونا شهادة ما فيها مادتين، لا فيزياء ولا حاسب. تخيلوا كده جدول كامل بس لا في فيزياء ولا في حاسب. المهم بعدها جو أعطونا الشهادة حقتنا، مكتوب في الفيزياء غاش وفي الحاسب غاش، مع إنه والله شوف خلاص الموضوع انتهى وأنا بقول لكم إنه فعلا إحنا غشينا في الفيزياء، لكن والله في الحاسب ما غشينا. ولو إنه كانت بس الفيزياء شرحت لكم أنا شوية لما كنت راسي
حاسب في مادتين، كنا نقدر نعدي في مادة. المهم إذا كانت مادتين فتخيطنا، اتورطنا خلاص، غاش يعني صفر. جاء ابويا وابو مهند وابو فلان وابو علان ورحنا الوزاره وحاولوا واسطات ويمين ويسار. الناس تقول لهم المفروض كنتوا تيجوا قبل ما تنطبع كلمه غاش، لانه خلاص الان ما تقدر تعدل، فصارت مشكله مع المدرسه واولياء الامور وخشوا كلاش ومضاربه. المهم يا حبيبي في الاخير ما استفدنا شيء، اتخيطنا. غاش فيزياء، غاش حاسب، معناته حتاخد دور تاني ورجلك فوق رقبتك يا عزيز الطالب. انا هنا يا اصدقائي أهملت خلاص، والنية كانت عندي إن أنا أعيد السنة للأمانة خلاص. يعني فعلا إيش أسوي؟ تقديم الجامعات حيروح علي، نسبتي حتصير في الجامعة طايحة، نفسيا اندمرت، أهملت، ما صرت أحضر المدرسة. قسما بالله اختبار الوزارة سنة اللي هو اختبار الوزارة النهائي يعني حق كل الطلاب، الناس جالسة تذاكر وانا رحت جدة مع اصحابي اللي في الجامعة اللي اكبر مني، جيت سكي وبحر وفلة ودنيا ودرة. ليش؟ خلاص نفسيا محبط. المهم يا اخوان دخلت الدور الثاني واتخرجت من الثانوية بنسبة 64%، تخيلوا. وطبعا الناس كده اخذت شهاداتها وكده قدمت في الجامعة، وانا راح علي القبول وراح علي كل شيء، فقعدت سمستر كامل عاطل. بعدها يا اصدقائي واللي ححكيكم عنه في حلقة غدا إن شاء الله، بداية رحلتي في عالم العزوبية، وأول مرة أترك بيت أهلي لجدة لدراستي في كلية الCBA اللي هي دحين اسمها UBT أعتقد. فمن فضلك لايك، شير، فولو، ريبوست للمقطع عشان ينتشر لكل الناس، عشان من جد أعرف إذا ناسبكم يصير أكمل. سلام عليكم.